بيبدأ الفيلم بظهور علماء من كوكب هيدرا وهم بيشوفوا قدرات هالك الخارقة وازاي وصل لها بعد ما تعرض لأشعة جاما وجسمه كله اتملى بيها، وبيدوروا على طريقة للقبض على هالك علشان يعملوا عليه تجارب بتاعتهم ويستخدموها في صنع المفاعل النووي اللي هيسيطروا بيه على العالم. هنا بنشوف المقيت وهو متعمد انه يدمر في المدينة، وطبعا محدش يقدر يوقفه غير هالك، وفعلا بيروح هالك يواجهه ويقف قدامه، وبتكون دي خطة هيدرا علشان يجبروا هالك على الظهور. وبيفضل هالك والمقيت يضربوا بعض وبيكسروا الدنيا، وبيكلم العلماء المقيت علشان ينفذ الخطة اللي اتفقوا عليها ويوصلهم بهالك، لكن المقيت بيقول لهم انه لسه بيحاربوا. في نفس الوقت بيكون ايرون مان بيتدرب على القتال مع الروبوت الآلي اللي اخترعه من فترة، وبيجرب معاه الأسلحة الجديدة اللي ضافها فيه. وبنرجع لهالك اللي بيكمل قتال مع المقيت، لكن علماء هيدرا مش بيستنوا وبيبعتوا الآليين يرموا عليه المخدر، فبيتضايق المقيت منهم لأنه كان عايز يقضي عليه لوحده. وبيتخدر هالك وبياخدوه على سفينة كوكب هيدرا، وأول ما المقيت بيوصل بيساعدهم يحطوه في أنبوبة اختبار، لكن بيلاحظ إن في واحدة تانية بنفس الحجم. هنا بيتفاجئ إن الأنبوبة التانية ليه هو، وبيحبسوه فيها، وبيبدأ علماء هيدرا يعملوا التجارب عليهم وبيسحبوا منهم أشعة جاما، وكل ده علشان يقدروا يعملوا سلاح دمار شامل يخلي كوكب هيدرا يسيطر بيه على العالم كله. لكن بيتفاجئوا ان الآلة اللي اخترعوها علشان تسحب طاقة جاما سحبت كل الطاقة وما بقوش قادرين يسيطروا على الموقف، وكمان الآلة مش بترضى انها تقفل وبتفضل شغالة، والمكان بيتعرض للانفجار في اي لحظة. في نفس الوقت بيوصل انذار لايرون مان باللي حصل في المدينة، وبيعرف ان في حاجة مش طبيعية بتحصل، وبيتفاجئ ان الذكاء الاصطناعي بيقولوا ان في طاقة جاما كبيرة جدا ظاهرة في مكان واحد. هنا بيعرف ايرون مان ان هالك ورا الموضوع ده، وبيطير بسرعة علشان يروح يساعده. في نفس الوقت بيكون معمل اختبار هيدرا هينفجر، فبيهرب بسرعة العلماء من المكان وبيسيبوا هالك والمقيت، لكن هالك بيقدر انه يخرج من الأنبوبة وبيساعد المقيت وبيطلعه معاه، وبينفجر المكان كله. لكن الغريب ان الانفجار بيرجع تاني على المعمل وبيخرج منه شحنة غريبة كأنها كيان له تفكير ورأي، وبنشوف المقيت وهو بيقول لهالك انه ما كانش محتاج مساعدته، فبيضربه هالك وهو متضايق وبيقول انه انقذ حياته. هنا بيوصل ايرون مان وبيسأل هالك عن المشكلة اللي عملها، وبيتهمه انه هو السبب في سحب الطاقة من المدينة، وبيتضايق هالك منه وبيحاول يفهمه انه ملوش علاقة باللي حصل، لكن ايرون مان مش بيديله فرصة، وبيبداوا يضربوا بعض، وبيظهر قوة بدلة ايرون مان والأجهزة الحديثة اللي فيها، لكن هالك بيكون أقوى وبيمسك ايرون مان وبيقوله على اللي حصل كله، وبيفهمه ان كل دي خطة من هيدرا علشان يسيطروا على الكوكب. فبيقوله ايرون مان انه لسه في طاقة كبيرة جوه المعمل. في الوقت ده بيكون حراس هيدرا بيحاولوا يدوروا الكيان الغريب اللي ظهر من طاقة جاما، لكن الكيان بيكون له عقل وبيقدر انه يواجههم، وبيكون هالك وايرون مان بيشوفوا اللي بيحصل وبيشوفهم الآليين وبيروحوا يكهربوا هالك هو كمان، وبيبدأ القتال بين هالك وايرون مان والآليين بشحنة جاما، وبيفضلوا يكهربوا فيهم، ومش بيكون هالك ولا ايرون مان عارفين يعملوا حاجة. هنا بيفكر ايرون مان وبيطلب من البدلة تدي طاقة للآليين زيادة، وفعلا خطته بتنجح والطاقة الزيادة بتدمر الآليين. في اللحظة دي بتوصل مركبة ايرون مان وبيركب وبيروح معاه هالك علشان يفكروا في طريقة لمواجهة الكيان الجديد، لكن بيتفاجئوا ان في خلل في نظام السفينة، فبيقول الذكاء الاصطناعي لايرون مان ان في حد بيسحب الطاقة. هنا بيظهر الكيان الجديد على الشاشة وبيكلمهم وبيسمي نفسه زيكس، وبيقول لهم انه بيتغذى على الطاقة وانه هيسحب كل الطاقة من العالم لان البشر ما يستاهلوهاش. وبيحاول ايرون مان انه يتفاهم معاه، لكن هالك بيقول له انه مفيش وقت للكلام، وبيروح هاجم على الشاشة مكسرها. هنا بيخرج زاكس وبيحاول انه يستخبى في بدلة ايرون مان، لكن ايرون مان بيصده بالدرع بتاعه، فبتروح داخله في جسم هالك نفسه، لكن بيطلع منه بسرعه اول ما بيشوفوا بدله من بدل ايرون مان، وبيروح داخل فيها على طول، وبيقدر انه يستخدم اجهزه البدله وبيضرب ايرون مان. فبيحاول زاكس انه يهرب علشان يسحب الطاقه من الكوكب، لكن هالك وايرون مان بيجروا وراه علشان يمنعوه، وبيطلع زاكس ذكي وبيروح على بدله ايرون مان يوزع عليها الطاقه، وبيخليها تواجه هالك وايرون مان على ما هو يدور على طاقه، لكن طبعا بيقدر هالك انه يواجههم وبيكسرهم وبيقضي عليهم كلهم. بيبدأ زاكس يحس انه فقد طاقة كتيرة، فبيخرج من البدلة علشان يدور على واحدة تانية يكون فيها طاقة. في اللحظة دي بيطلب ايرون مان من الذكاء الصناعي انه يقفل على كل البدل بسرعة، لكن للأسف بيقدر زاكس انه يدخل في واحدة منهم، وبيطلع يواجه هالك وايرون مان وبيحاول يهرب منهم، فبيطاردوه علشان ما يسحبش طاقة تانية. فبيقدر هالك انه يمسكه وبيثبته قدام ايرون مان اللي بيطلع طاقته بيفجروا بيها، لكن بيظهر انه لسه موجود وبيطلع في ايد البدلة وبيجري بسرعة على مصدر طاقة المركبة الفضائية، ومش بيقدروا يلحقوه وبيسحب زاكس الطاقة منها. فبيحاول هالك انه يواجهه، لكن بيتفاجئ ان زاكس اتحول لعملاق ضخم وبيضربه. هنا بيروح ايرون مان يقف قدامه، لكن زاكس
بينقسم ل3 وبيواجه ايرون مان بقوة. فبيسأل ايرون مان الذكاء الصناعي عن نقطة ضعف لزاكس يقدر يواجهه من خلالها، فبيقولوا انهم ممكن يضربوه اذا غيروا معدل التردد بتاع سلاح الضرب لنفس التردد بتاع زاكس. وفعلا بيعمل ايرون مان كده وبيقدر انه يتخلص من اول زاك. هنا بيهجم عليهم الاتنين التانيين وبيسحبوا منه طاقته، وبيتدخل هالك بسرعة وبينقذ ايرون مان منهم، وبيقولوا ايرون مان انه محتاج يشحن البدلة بسرعة. لكن هالك مش بيلحق يساعده لان الاتنين زاكس بيرجعوا واحد وبيكهربوا هالك، وبيفجر زاكس المكان وبيوقع هالك وايرون مان على الارض. وبيفوق ايرون مان وهالك علشان يلاقوا نفسهم واقعين في مقبرة، وبيتفاجئوا ان في وحوش مرعبه بتواجههم. وبيسال ايرون مان الذكاء الصناعي عنها، فبيقولوا انهم وحوش اسطوريه قديمه ومش موجوده في الحقيقه، لكن ايرون مان شايفها قدامه ومتاكد انها حقيقه جدا. وبيبدا القتال ما بينهم بكل شراسه، وبيفضل هالك يضربهم واحد واحد وبيكسر فيهم، وبيركب ايرون مان على ظهره علشان يواجهه، وفعلا بيقدروا انهم يغلبوهم كلهم. هنا بيشوف ايرون مان المركبه الفضائيه بتاعته وهي ماشيه قدامه، وبيعرف ان زاكس سيطر عليها ورايح بيها على برج الطاقه علشان يسحبها. وبيقول ايرون مان لهالك انهم لازم يمنعوه، وبيركب على ظهره وبيقول له ينط نطه كبيره علشان يوصلوا للمركبه الفضائيه. وفعلا بينط هالك بيه نطه كبيره وبيوصل للمركبه، واول حاجه بيعملها بيسحب ايرون مان على الارض علشان يوصله لمكان الشحن، وبيقدر انه يشحنه وبيسترد ايرون مان قوته مره تانيه. في الوقت ده بيكون زاكس وصل عند برج الطاقة وواقف يسحب منهم كل الطاقة اللي فيه، فبيروح ايرون مان يدي امر للذكاء الصناعي انه يجهز السلاح الجديد اللي هيقدروا يضربوا بيه زاك. فبيقول ايرون مان لهالك انه لازم يأمن نفسه قبل ما يواجه زاكس معاه، وبيوري له بدلة كبيرة وبيطلب منه يلبسها. في اللحظة دي بيكون زاكس بيسحب كل الطاقة من على الارض وبقى اكبر واقوى، وبيطلع هالك وايرون مان علشان يحاربوه، لكن زاكس بيكون في حالة قوية جدا وبيقدر انه يضربهم. هنا بيقول ايرون مان لهالك يجرب السلاح الجديد، هو بيطلب منه يضرب زاكس بالقفازات اللي لبسها له، وهو هيدمر أجهزة المركبة الفضائية عشان يوقف سحب الطاقة. وبينفذوا الاتنين الخطة، لكن برضه مش بيقدروا يقضوا على زاك. فبيقول ايرون مان لهالك انهم لازم يدخلوا زاكس المركبة ويفجروا بيها، لكن مفيش حل تاني قدامهم غير كده. وبيكون زاكس بيقول لهم ان البشر ما يستحقوش الطاقة اللي عندهم، وانه لازم يسحبها كلها من على الارض. هنا بيروح هالك ماسك في زاك وبيفضل مسيطر عليه لغايه ما يسحب كل الطاقه منه. في اللحظه دي بيضطر زاكس انه يرجع للمركبه الفضائيه علشان ياخد طاقه تاني، وهنا بيستغل هالك وايرون مان الفرصه وبيفجروا المركبه علشان يخلصوا منه. وبيروح ايرون مان يطمن على هالك بعد التفجير، لكن هالك بيشوف زاكس وبيطلع انه لسه موجود، فبيمسك في هالك علشان ينتقم منه على اللي عمله فيه. لكن هالك بيفضل واقف قدامه وبيواجهه وبيساعد ايرون مان باسلحه الحديثه. في النهايه بيقدروا انهم يخلصوا عليه، وبيرجع زاكس الكيان صغير جدا، وبيقدر هالك وايرون مان انهم يخلصوا الارض من شر زاكس. هنا بيقول ايرون مان لهالك انهم اذا كانوا فريق مع بعض هيقدروا يواجهوا كل الاخطار، لكن هالك مش بيكون محتاج حد يساعده، وبيرجع لطبعه وطريقته تاني، وبيقول لايرون مان انه مش محتاج مساعده. وبكده يكون فيلمنا خلص. اشوفكم في فيلم جديد.